جنوب السعودية إلى صعيد مصر، وتحديدا بمحافظة قنا. ها هي خطوات قليلة تفصل بينه وبين من تاق شوقا لرؤيته. حرارة لقاء تتوج 41 عاما من الفراق بين السعودي عبد الله بن أحمد قهار ومعلمه المصري في سبعينيات القرن الماضي. من فضل الله عز وجل علي أن كان معلمي في الأول الابتدائي الأستاذ الفاضل عبد المنعم الصغير علي القاضي من جمهورية مصر العربية العظيمة من محافظة قنا قفط. درسنا في الأول والثاني، ثم ذهب ليدرس فصول أخرى أظن الخامس أو السادس. بعدها انتهى عقده وعاد إلى مصر، ونحن كبرنا وذهبنا في المراحل الأخرى المتوسطة والثانوية ثم الجامعة. بعد أن تخرجت بدأت حقيقة أفكر في الوصول إلى هذا الرجل. وقع الزيارة وما أدخلته من سعادة على المعلم المصري الجليل لا يوصف بكلمات. نحمد الله ونشكر فضله إن ربنا بيحبني، اللي أكرمني بالكرم الزايد ده. واحد بعد 41 سنة وكان طفل صغير لا يعرفني ولا أعرفه، كنت أعرف أبوه، كيف بعد المدة دي كلها يدور علي ويبحث علي ويجيني؟ ده حاجة يعني لا تصورها. هي رأيكم يعني الوفاء ده موجود، وفاء نادر. لا يمكن يحصل إنه واحد يتكلف المشقة في السفر والمشقة في النفقات عشان يجي يشوف واحد علمه بسنة أولى ابتدائي ولا ثانية ابتدائي. ده حاجة أنا نفسي مش مصدقها، واللي حواليا مش مصدقينها. يعني حواليهم كلهم حتى اللي عندهم هم يقولوا كيف يعني وفاء لا يمكن يتصور. ساعات مضت تجاذب المحبان خلالها أطراف حديث لا يخلو من الذكريات وسط حفاوة استقبال من العائلة المصرية، ليسدل الستار على مشهد عز وجوده وسط الحياة وزخمها.